انا ذات نفسي تايه. انا لو عندي حل اقوله لك، يعني اقعد تحت 26 سنه تمام ولسه في 26 سنه تاني يعلم ربنا كنت هصعد ولا ما اصعدش، ولا اندمج مع نادي تاني واسمي موجود برضه والدنيا تمشي. انا مش عارف الحل مع حضراتكم واشوف حضراتكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو سؤال نادي منتخب السويس تمام. طب انت تقعد في دوري المظالم ويا ريت تحصله وبقالك 26 سنه ما تشوفش الممتاز ولا الاضواء ولا تشوف اهلي وزمالك بيجوا على ملعبك وبيراميدز وانديه القمه وكده هون، ولا انا بقترح، انا ولا معه ولا ضد، انا بقترح على حضرتك سؤال واحد، ولا الناس بيشوفوا حل تمام ومنتخب السويس يندمج مع بتروجيت تمام باي مسمى بقى انتوا اختاروا الاسم بتاع براحتكم على مزاجكم، ولا نندمج مع منتخب السويس وتشوف اهلي وزمالك وبعد كده الامور تجيب بعضيها وان شاء الله خير. انت مع انهي اتجاه؟ يعني هو سؤال براحتك. ناس تطلع تقول لك هويه منتخب السويس راحت، حتى الاسم مش حابينه ما تفهمش، طب ماشي. وناس تقول لك لا احنا مع الدمج واولادنا تروح يطلع من عندنا ناشئين وتمام ومفيش مشاكل. فبصراحه هو موضوع زي ما بيقولوا مثير للجدل، ما حدش عارف الصح فين، فاحنا بنقترح السؤال يعني. فهيبان يعني من كلام حضراتكم الاكثر يعني مثلا اراء للفكره اللي هو حاببها هو اللي يبقى صاحب هو بقى الصح. انا مش عارف بصراحه، يعني الموضوع محير. ما ينفعش اصلا يجيب لك نادي منتخب السويس من الثالثه او من الثانيه ويقول له تعالى انت هوب بجلال يعني بقدره قادر تعالى العب ممتاز. فالناس المسؤولين شافوا حيله حيلوله سموها زي ما تسموها ان منتخب السويس ان احنا نشوف برضو اسم منتخب السويس جنب اي اسم، بس اسم منتخب السويس موجود واكيد ده هيبقى اولادنا هيبقوا موجودين. فانا مش عارف بصراحه، والراي لحضراتكم تقعد 26 سنه والراجل معتز سليم قال لك لو فضلت بالحال ده وانا مديون ب 50 و60 مليون هقعد 26 سنه تاني مش هصعد، ولا تصعد للممتاز اهلي وزمالك واولاد الناس والسنين زي ما بيقولوا تمام باسم منتخب السويس بتروجيت. ومش انت بس، في انديه تانيه صعدت برضه بمسميات تانيه، بس المهم انها لقوا لهم حل وصعدوهم تاني. فموضوع بصراحه يعني انا موضوع بصراحه يعني ما تفهمش فزوره، ما تفهمش الصح فين. الواحد دخل على شفت يعني محتويات وكلام من ده، ناس معارضه وناس مؤيده، ففعلا ما تعرفش الصح فين. انا برضو يعني في برضو شيء من التوهان، مش عارف بصراحه. ولحضراتكم التعليق، منتخب السويس هجيبوا لك ازاي من الثالثه ومن الثانيه هوب اخلوا لك في الممتاز، ولا اخلوا لك مع بتروجيت تمام، ولا ايه لك اي حل تمام ولو مش مرضي لجميع الاطراف زي ما بيقولوا، وصعدوا لك مع انديه القمه اهلي وزمالك. فالراي بصراحه لحضراتكم واحنا مش عارفين بصراحه. لو سمحت مش عارفين بصراحه. ناس المشكله نادي بقاله 26 سنه في دوري المظالم منتخب السويس تمام. الدوله دلوقتي شافت حل هتندمجوا مع بتروجيت، شغال الفيديو وصعدوه اسم بقى اسم منتخب السويس بتروجيت تمام. ولا تقعد ما تشوفش الاهلي والزمالك ده طول حياتك بالك. هو منتخب السويس تبع شركه ولا لا؟ منتخب السويس بتاع البلد. طيب ازاي مع بتروجيت اللي هي تبع ما هو احنا بنعرض على الناس الفكره يعني دلوقتي هو الموضوع محير. هي بتروجيت مقرها في السويس؟ هو اصلا اسمه بتروجيت السويس. طب هي فانت حضرتك انت دخلت في الموضوع فانا بسالك تقعد بقالك 26 سنه ما شفتش الممتاز ولا اهلي والزمالك لعبتهم ولا جم على ملعبك الا اذا كانوا بيلعبوا انديه ثانيه. مش انت بتصفي تمام؟ لا، ما انت 26 سنه بقول لك قاعد في دوري المظالم، ولا الدوله شافت لك حل انك تصعد مع اسم ثاني زي بتروجيت. ما هو ده اللي شغال. جايز انت ما اطلعتش
اخر الاخبار الموضوع ده. وفي انديه تانية برضه. نتمنى يعني اهو شوف انت انت ذات نفسك سكت مش عارف. لا ده الموضوع ده شغال موجود موجود. فاحنا نتمنى الخير للسويس ومنتخب السويس، و ما اعرفش بصراحه. والتعليق لحضراتكم والحل مع حضراتكم تقعد 26 سنه تاني في دوري المظالم تمام، مفيش اضواء ولا شهره ولا تصعد دوري ممتاز. فموضوع بصراحه موضوع محير. والاراء لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والكره مع راسكم.